في المحاضرة اللي فاتت عملنا سمارت كونتراكت اسمه جيم، ودوت كان عبارة عن لعبة تخمين. وآلية التخمين هنا كانت بتعتمد على البلوك دوت تايم ستامب والبلوك دوت نمبر. وقلنا اللي يقدر يخمن الرقم بطريقة صحيحة هيقدر يسحب كل الإيثيريوم اللي موجود في السمارت كونتراكت دوت. ده السمارت كونتراكت الخاص بيه. وعملنا كومبايل وديبلوي للسمارت كونتراكت دوت باستخدام فاوندري، وعملنا ليه ديبلوي على السيبوليا تيست نت. ودي المهمة الأولى. المهمة التانية بالنسبة لنا إن إحنا نعمل سمارت كونتراكت يقدر يعمل اتاك على السمارت كونتراكت اللي هو الجيم، ويسحب كل الايثيريوم اللي موجود فيه بنفس خوارزميه او آلية التخمين اللي بيستخدمها الجيم سمارت كونتراكت. هنروح على SRC وتعمل نيو فايل وهنسميه اتاكر دوت SOL. هناخد اللايسنس والبراجما كوبي. اول حاجه المفروض نفكر فيها لو عندنا سمارت كونتراكت هو فعلا معمول له ديبلوي على البلوك تشين، فانا عايز اكتب سمارت كونتراكت يقدر يتفاعل مع السمارت كونتراكت اللي هو اوريدي معمول له ديبلوي، ويقدر يستدعي الفانكشن اللي موجوده فيه. والفانكشن اللي موجوده عندنا هنا في الجيم هي الفانكشن اللي هي بلاي. فازاي انا اقدر استدعي الفانكشن ديت، او ازاي انا اقدر اتفاعل بسمارت كونتراكت مع السمارت كونتراكت اللي هو الجيم، خاصه لو هو معمول له ديبلوي ومنشور على شبكه البلوك تشين. اول حاجه بنحتاجها الادرس اللي تم نشر السمارت كونتراكت دوت على شبكه البلوك تشين. انت محتاج دلوقتي تتفاعل مع اي سمارت كونتراكت، فانت محتاج العنوان بتاعه او الادرس بتاعه. تاني حاجه بنعملها حاجه اسمها انترفيس. الانترفيس دوت نوع من السمارت كونتراكت، بس بيبقى عباره عن تعريف للسمارت كونتراكت او تعريف للدوال بدون آلية تنفيذ فعليه. بمعنى انا بشير للسمارت كونتراكت اللي هو الجيم بسمارت كونتراكت تاني من نوع انترفيس، وبنعرف فيه الدوال اللي موجوده في السمارت كونتراكت اللي هو جيم. وعندنا هنا الدوال اللي موجوده في السمارت كونتراكت جيم هي داله واحده اسمها بلاي. وتعريف الداله هنا بنقف لعند كلمه اكسترنال. هو دوت الجزء دوت او النص الاولاني من الداله ده اسمه تعريف الداله. اما اللي بين الاقواس ديت اللي هي تقريبا اسمها كيرلي براكتس دوت آلية تنفيذ الداله. فاحنا هنا في الانترفيس بنعرف الداله فقط. فهنروح على الاتاكر وهنكتب انترفيس. الانترفيس دوت بيبقى اسمه اول حاجه حرف الاي كابيتال، واسم السمارت كونتراكت اللي احنا هنعمل ليه انترفيس اللي هو جيم. نفتح كيرلي براكت. هنعرف هنا الدوال اللي موجوده في السمارت كونتراكت اللي هو جيم، بس زي ما قلنا آلية التعريف بس بدون آلية التنفيذ. فهنقول له فانكشن بلاي. الفانكشن ديت بتاخد رقم من نوع unsigned integer 256 جس اكسترنال. دايما الدوائر في الانترفيس كلها بتبقى اكسترنال عشان يسهل التعامل معها. هل انا ممكن اتفاعل مع العقد التاني دوت بدون انترفيس؟ ممكن، عن طريق انك بتجيب السيجنتشر للفانكشن نفسها، ودي طريقه مش ادفانسد. فالافضل انك تعمل انترفيس وتعرف فيه كل الدوال للعقد اللي انت عاوز تتعامل معاه. يعني لو في هنا في الجيم دوت اكتر من داله بتعرفهم كلهم لعند قبل الكيرلي براكت. ده اسمه تعريف الداله. وهنلاحظ هنا ان كلمه جيس هنا GUESS، فلازم تكون نفس الكلمه هنا. نعملها هنا EU GUESS. معرفش الصح كلغه انجليزيه ايه، بس الكلمتين لازم يكونوا زي بعض. كده احنا عرفنا الانترفيس. هنكتب بقى السمارت كونتراكت اللي هو الاتاك كونتراكت اتاكر. اول حاجه في السمارت كونتراكت اتاكر دوت زي ما قلنا كده احنا عاوزين نتفاعل مع السمارت كونتراكت اللي هو جيم، والجيم دوت هو منشور او معمول له ديبلوي على بلوك تشين وليه عنوان اكيد على بلوك تشين. فاحنا هنعمل فاريبل من نوع الانترفيس يخزن الادرس بتاع العنوان السمارت كونتراكت اللي هو جيم. ده هنكتبه ازاي؟ اي جيم بابليك طبعا، وهنسمي الفاريبل دوت جيم. قلنا الفاريبل ده بيعمل ايه؟
هو بيعمل ستور للسمارت كونتراكت اللي هو جيم للادرس بتاعه. تمام. طيب انا دلوقتي ازاي ادخل الادرس دوت للسمارت كونتراكت اللي هو اتاكر دوت. فعشان ندخل حاجه للسمارت كونتراكت عن طريق الداله اللي هي الكونستراكتور، اللي هي داله بتشتغل لمره واحده لما تيجي تعمل ديبلوي للسمارت كونتراكت. ويعني وانا بعمل ديبلوي للسمارت كونتراكت اللي هو الاتاكر دوت، هيطلب مني ادرس. الادرس دوت هيكون عنوان الادرس اللي هو جيم. ونقول كونستراكتور الكونستراكتور دوت هنقول له مطلوب اننا ندخل ادرس لايه، للجيم ادرس، جيم سمارت كونتراكت ادرس، اللي وانا بعمل ديبلوي للاتاكر هقول له خد من المدخلات اللي هو الادرس بتاع السمارت كونتراكت اللي هو جيم اللي احنا عايزين نعمل عليه هاك. الكونستراكتور هنا طالما يبقى فيه تحويل ايثيريوم هيبقى بايبل. تمام. هنقول له هنا بقى الاي الانترفيس هنقول له بقى هنا اللي هو الجيم الفاريبل اللي معانا اللي هو المفروض مخزن الادرس هيساوي الاي جيم لان هو من نوع انترفيس للادرس اللي هناخده من الكونستراكتور جيم. تمام كده. يبقى عشان نبسط الامور وتكون فاهم، احنا دلوقتي عندنا يعتبر 3 سمارت كونتراكت. اول حاجه السمارت كونتراكت اللي هو الجيم ودوت اللي هنعمل عليه هاك، والسمارت كونتراكت اللي هو اتاكر دوت اللي هيعمل هاكينج على السمارت كونتراكت الاولاني، وسمارت كونتراكت من نوع اي جيم. في المقدمه ديت اللي احنا عملناها اللي هو الانترفيس اي جيم، وعرفنا الفانكشن اللي هي موجوده في السمارت كونتراكت اللي هو الجيم، وعرفنا في السمارت كونتراكت الاتاكر كونستراكتور بنديها الادرس الخاص بالجيم. احنا كده ربطنا ال3 سمارت كونتراكت دول ببعض. دلوقتي اجى الدور اللي احنا نعمل فانكشن. الفانكشن ديت تعمل اتاك على الفانكشن اللي هي ابلاي بنفس آلية اللي هي ايه، آلية التخمين اللي هي مستخدمها الفانكشن ديت اللي هي بلوك دوت تايم ستامب زائد بلوك دوت نمبر. انا في مثلا ماينر معين او نود او فاليديتور في الشبكه ديت، هقول له في نفس الوقت اللي بتنعمل فيه الترانزاكشن ديت انت هتهجم على الفانكشن اللي هي بلاي وتديها نفس البيانات ديت في ايه، في تخمين الرقم. فنروح على الاتاكر هنقول له فانكشن هنسميها اتاك اكسترنال، وهنقول في الفانكشن ديت انا برضو هعمل على تخمين رقم. وطالما قلنا رقم هنستخدم الانساين انتجر 256. الرقم دوت هنخمنه عن طريق ايه، زي التاني بالظبط اللي هو بلوك دوت تايم ستامب زائد بلوك دوت نمبر. تمام. وهنقول له هنا بقى هنستدعي السمارت كونتراكت او هتمرر الرقم دوت في الفانكشن هي اللي بلاي في السمارت كونتراكت اللي هو جيم. فنقول له جيم دوت الفانكشن اللي هي بلاي، وهتمرر ليها الرقم او من مدخلاتها. لو جيت بصيت على الفانكشن اللي هي جيم هنا بيقول لك ان هي محتاجه في المدخلات رقم اللي هو جيس، والرقم اللي هو الجيس دوت بيتم استنتاجه اللي هو بيساوي الراندوم نمبر اللي هو بيتم استنتاجه من البلوك دوت تايم ستامب زائد البلوك دوت نمبر. فهنقول له هنا هتستدعي الفانكشن ديت وتمرر ليها الرقم اللي هو نمبر. تمام. الرقم نمبر دوت تاني اهوت بيتم تخمين الرقم عن طريق البلوك دوت تايم ستامب زائد البلوك دوت نمبر، نفس آلية العمل اللي موجوده في السمارت كونتراكت اللي هو الجيم. وهنمرر الرقم اللي احنا طلعناه في السمارت كونتراكت اللي هو الاتاكر
بحيث يقدر نستدعي الفانكشن اللي هي بلاي ونمرر ليها الرقم دوت في المدخلات. تمام. بعد كده هنكتب الريسيف فانكشن عشان السمارت كونتراكت دوت يقدر يستقبل ايثيريوم. تبقى ريسيف الفانكشن دي تبقى اكسترنال وبايبل. تمام كده. يبقى احنا دلوقتي معانا سمارت كونتراكت اللي هو الجيم اللي هو لعبه التخمين، وسمارت كونتراكت يقدر يعمل اتاك على السمارت كونتراكت الاولاني. في الخطوه الجايه هنعمل سكريبت يعمل ديبلوي للجيم كونتراكت، وسكريبت تاني يعمل ديبلوي للاتاكر سمارت كونتراكت. في المحاضره اللي فاتت كنا بنعمل ديبلوي عن طريق الامر اللي هو فورج. كنا نكتب هنا الفورج كريت ونحط الار بي سي ونحط البرايفت كي، وديت طريقه مش ادفانسد. كان بيحصل دايما معايا مشاكل لما اجي مثلا اعمل ديبلوي لكذا سمارت كونتراكت، فما كانش بيقدر يعمل برودكاست لكل السمارت كونتراكت. فالطريقه الادفانسد او الطريقه الافضل، او لو عاوز تشتغل زي المحترفين، فاحنا بنعمل سكريبت لكل سمارت كونتراكت عايزين نعمل ليه ديبلوي. هنشوف الكلام دوت في المحاضرات القادمه.